مسؤولين في نادي الزمالك برضه عشان نعرف المشكله منين، وكل واحد يقول وجهه نظره. ازيك يا حازم؟ ازيك يا كابتن كريم؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طبعا بسلم على قناه مصر كابتن حسن سعاده كابتن فاروق جعفر. الله يخليك يا حازم. ازي حالك يا حازم؟ حضرتك ازيك يا كابتن حسن؟ حازم انت مفيش فايده فيك يا حازم ولا ايه؟ كابتن حسن انا كنت كابتن حسن بلعب مع حضرتك سواء بلعب اساسي او بعد احتياطي يا كابتن. انا عمري حصل مني مشكله ان انا طب ما احنا نسمع منك يا حازم، بس برضه في النهايه لو كان الكلام اللي احنا سمعناه صح انت هتبقى غلطان على طول الخط. والله العظيم يا كابتن انا لا قلت عايز ابدا ولا قلت عايز اقعد احتياطي. انا كل اللي انا قلته ان انا ركبتي وجعاني. طب قول لي يا حازم برضو الموضوع من اوله، عشان يعني من وجهة نظرك عشان نقدر برضو نعرف القصة كانت ماشية ازاي. بص يا كابتن، هو احنا بدأنا التمرين. انا كان تمرين خفيف عشان كان تاني يوم اللي هو النهارده الماتش. ايوه. فانا في نص التمرين قبل ما التقسيمه تبدا انا اشتكيت من ركبتي. فانا قلت ركبتي وجعاني ومش هقدر اكمل التمرين ومش هقدر العب الماتش بتاع بكره. بس عايز اقول لك حاجه برضو، يعني انت بعد ما مستر فيرا اختار قسم الفرقتين فحسيت ان انت خارج التشكيل بكره او في ماتش النهارده قلت ركبتي تعبانه؟ لا يا كابتن انا كده. ما انت نزلت التمرين خلاص، انت نزلت التمرين وعملت التسخين. ايه؟ انا كده انا رايح المعسكر وانا ركبتي وجعاني. فانا الالم بدا يشد عليا لان انا المفروض انا هنا في مصر كنت بعمل تقويات عشان كنت بخش الجيم. انا هناك ما كانش فيه جيم وكده ما كنتش بعمل تقويات. ايوه. فانا كانت ركبتي وجعاني فانا ما قدرتش استحمل عليها. فهو مستر فيرا افتكر ان انا عشان ما بداتش او انا مش هبدا الماتش ان انا قلت كده، فهو اتضايق مني قوي بقى. ما اعرفش هو طب انت سبت الملعب وخرجت ولا رحت لمستر فيرا قلت له انا مش قادر ولا ايه اللي حصل؟ انا قلت لمستر فيرا ان انا ركبتي وجعاني ورحت طلعت للدكتور قلت له يا دكتور انا ركبتي وجعاني ومش قادر. فهو اتنرفز قوي عليا وقال لا يطلع بره وما يكملش معايا ومش عارف ايه كده. فكابتن حماده مشاني وقال ما يكملش معاه المعسكر ونزلني. بس انا لا اتكلمت، لا قلت له انا عايز العب ولا تلاعبني ولا قلت له كده. وقال في الكلام يا حازم، انت بتقول في الكلام انا قلت له مش هقدر العب بكره. انا في الكلام قلت له يا كابتن ان انا مش هقدر العب بكره. لا مفيش لعيب يقول كده. ركبتي وجعاني. لا مفيش لعيب يقول كده. هو افتكر ان انا بتلكك، يعني ان انا عشان قعدت احتياطي تاني كده ان انا بقول كده يعني. فهو اتضايق مني قوي. هو مفيش لعيب يقول للمدرب كده يا حازم ان انا كابتن ركبتي وجعاني؟ لا انت تقول له انا مصاب مثلا او الدكتور يشوفك او حد يقرر، لكن ما تقولش انا مش هلعب بكره. صعب قوي يعني. لا مش قصدي كده يا كابتن والله. انا قصدي ان انا ركبتي وجعاني من جوه جدا اقسم بالله. انا ما ساعات لما ما بعملش سويات ما بقدرش ادوس عليها والله. انت رجعت مصر يا حازم؟ انا رجعت مصر النهارده الساعه 8 الصبح. الساعه 8 الصبح. طيب يعني مش عارف، يعني اكيد هيبقى في عقوبه من نادي الزمالك. مستر فيرا بعد اكيد لما مشاك من معسكر الامارات اكيد هيبقى في مشكله معاك الفتره اللي جايه. انت بتفكر ازاي او عايز تعمل ايه الفتره اللي جايه يا حازم؟ انا مش هعمل حاجه. انا موجود في نادي الزمالك لغايه لما الفريق يرجع، وموجود العقوبه اللي هو هيشوفها ان انا غلطت فيها، اللي هو ان انا غلطت فيها ينفذها عليا وانا اعمل اي حاجه يعني من نادي الزمالك. ايه موضوع اللي انت قلت ان انت هتعمل شكوى ضد الزمالك او حاجه زي كده؟ كابتن انا بصراحه ربنا في ناس ما اعرفش بقى اعلاميين بقى مستضيفين ان انا بالذات ولا ما اعرفش ايه كل شويه يقول لك اعمل شكوى، ده رمى الفانيلا، ده انا مش عارف بصراحه يعني الشويه المجموعه دول هم عايزين مني انا ايه؟ هم يعني انت ما فيش الكلام ده، موضوع الشكوى ده مش مطروح؟ اي حاجه من الحاجات دي طبعا. انا مفيش اي حاجه من الحاجات دي. ولما عرفت ان انا هنزل مصر وكده وكابتن مستر فيرا مش المعسكر ولا اتكلمت ولا فتحت بقي. طيب يعني معلش يا حازم هسالك في حاجه. انت سافرت مع الزمالك وانت بتقول ان انت ركبتك وجعاك، انت اشتركت في تمرينات هناك ونزلت الشوط الثاني في ماتش شختار اللي فات. كانت وجعاني من وانا بسخن يا كابتن. انا عشان انا ما بعملش تقويات. انا المفروض حتى حضرتك تسال الدكتور عندنا لازم قبل التمرين او قبل اي حاجه لازم بعمل تقويات عشان انا ما احسش. طيب ما تزعلش مني برضو، هناك وانت في الامارات بعد ما مستر فيرا خرجك من التمرين وكده ما رحتلوش ليه تقول له مثلا انا مصاب فعلا يا مستر فيرا، انا مش قصه اللي انا زعلان عشان مش هلعب او الكلام ده، يعني تصلح الامور قبل ما الامور تكبر او المشكله تكبر؟ لان هو في الملعب اتضايق مني قوي، قال ما يقعدش في الملعب ويروح على الفندق فانا ما عرفتش اتكلم معاه خالص. يعني هو وانا في الملعب هو كان قافل قوي وكان زعق كتير وقال ما اقعدش وكده، فانا مشيت رحت على الفندق. تمام. طب الدكتور قال لك ايه على موضوع اصابتك؟ يعني الجهاز الطبي هناك دكتور مصطفى المنيري؟ ما قالش حد خالص يا كابتن كريم. انا رحت هناك استنيت في الفندق. فكابتن حماده انور كلمني وقال لي الطياره بتاعتك هتبقى الساعه 5 الصبح وتبقى موجود الساعه 2 في الريسبشن بتاعته. قلت له خلاص يا كابتن مفيش مشكله. تمام. بس وانا خلصت وجيت على مصر ومستنيين ويرجعوا ان شاء الله باذن الله. تمام. بشكرك يا حازم، ويعني
موضوع طبعا يعني ما اقدرش اعلق عليه بصراحه، انا ان دي مدير الفني هو اكتر واحد يقدر بس كريم